في سوء تفاهم. يا جماعة لازم نهدى شوية، ما ينفعش كده عشان نعرف نسيطر على الموقف. نهدى ازاي بس يا سلمى؟ دي كارثة ومستحيل هنقوم منها. مفيش حاجة اسمها مستحيل يا عبد الله، ما كانتش ناس رجعت لحياتها بعد الزلزال. أيوة، زلزال فعلا. هو دكتور غنيم ايه ده؟ شيطان؟ ده إبليس. وياما أهان هشام وهشام فضل ساكت، ولما رد طرده. تفتكر هيقدر عليه المرة دي؟ بعد الضربة دي أشك. السهم وقع فعلا بسرعة كده؟ يا دكتور انهيار رهيب، والحفلة باظت والناس مشيت. شفتهم؟ طلعوا قصاد عينيا. وهو زمانهم دخلوه الرعاية. اسمع كويس اللي اقول لك عليه، اصرف مكافأة لكل العاملين وبعت لي المحامي فورا. ما يستاهلش كل ده. لو هو ما يستاهلش امال مين اللي يستاهل؟ الراجل كان مفتري ومتفرعن لحد ما ربنا عمل فيه اللي عمله ده. ما تشمتش في حد يا ابني انت. اكتر حاجه بحبها في كتيبه قلبك دي. يا بنتي احنا واكلين معاه عيش وملح. هو صانه قوي. وبعدين يا ولد، انا بصراحه انا مش فرحان فيه لوحده، انا فرحان في لطيفه اكتر. لا شوف مين دلوقتي اللي بيتكلم يعني. انت ناقص يتركب لك جناحين ويتعمل لك تمثال. خلاص يا جميله، انت هتقلبي عليا انا كمان. ما تشمتش في حد، وبعدين في الاخر ده يبقى ابو بنتي. ماشي. انا ماشيه. رايحه فين؟ هروح. طب ما تباتي هنا. هروح اطمن على بابا. يا حبيبتي كان لازم تعملوا حسابكم، المستثمرين كبار قوي، عندهم خبراء اقتصاد خريجين هارفارد واكسفورد. يا بابا عارفين، بس ده اللي حصل. ايه بقى الحل دلوقتي؟ مش عارف، بس الناس مصدومه جدا في هشام، ودي تاني حادثه تحصل. الناس دول لو فقدوا ثقتهم فيه هتبقى مشكله كبيره يعني. طب وبعدين يا بابا؟ ممكن طيب تحاول تخليهم يهدوا عليه شويه؟ يهدوا عليه ايه بس يا ليلى؟ الناس دول عندهم اكبر مكاتب محاماه، والموضوع اللي حصل ده من الناحيه القانونيه اسمه تدليس. يعني مش بس هيطالبوا بفلوسهم، لا ده هيطالبوا بتعويض، وتعويض ضخم جدا كمان. طب كفايه يا بابا ارجوك، انا تعبت قوي من اللي عمال تقوله لي ده. بكره ان شاء الله نتكلم. طيب يا حبيبتي ماشي. اوكي. باي باي. من فضلك يا هشام رد عليا، دكتور غنيم مدبر لك فضيحة. من فضلك رد عليا. جميله بعتت لي فويس نوت بتحذرني فيها، وكلمتني يجي 30 مره. والله؟ وهي بقى عرفت منين ان عزيزة السلطان جاية؟ ما اعرفش. انا بقى عارفة، وكل اللي حصل ده هي كانت على علم بيه كويس جدا، وهي اللي نسخت الفيديو وادته الغنيم كمان، ولقت ان احنا رايحين في داهية كده كده ومفيش حاجة هتمنع الفضيحة انها تحصل، ففكرت بقى في دور بطولة تقوم بيه. ما انا عارفاها، دي حركاتها. ومش مهم احنا بقى يتخرب بيتنا، لان احنا مش هنقدر نمنع حاجة. انا ما عرفتش بوصول عزيزة سلطان الا من 3 ساعات. حاولت انبه هشام بس ما عرفتش. خلاص يا بنتي، قدر الله وما شاء فعل. ما دام عملتي اللي عليكي خش بقى نامي وضميرك مرتاح. ضميري هيرتاح ازاي بس يا بابا؟ انا اللي موديه الدكتور غنيم الفيديو بنفسي. يعني اي مصيبه هتحصل لهشام هكون انا السبب فيها. اقول لك الحق، قول. ربنا اللي عمل كده، لا انت ولا غنيم، انتوا مجرد اسباب. يعني تغلط وتبوظ وش الست وربنا سترها معاك والست رضيت بقدرها، تقوم تصر على انك تلبس غيرك بلاويك وتعمل فضيحه؟ ليه؟ ومين يرضى بكده؟ خش نامي وسيبي كل واحد ياخد اللي يستاهله. يلا يا حبيبتي. ممكن اعرف هتفضل كده قد ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ انا خلاص. خلاص ايه بس؟
هو انت اول واحد ولا اخر واحد يخسر فلوسه؟ ايه المشكله يعني؟ السمعة أهم من الفلوس بكتير. مين هيثق فيا بعد كده؟ مين هتسلمني وشها بعد ما شافت عزيزة سلطان؟ سيب لي انا الموضوع ده خالص، ما تقلقش. ممكن تهدى بقى؟ اول حاجه لازم نشوف الخسائر اللي خسرناها قد ايه، وبعد كده المستثمرين عايزين يعملوا اجتماع بينا، لازم تفوق. اجتمعوا ليه؟ عشان يفضوا الشركة؟ لا والله ما تخافش، سيب لنا القصه دي خالص. هتعملي ايه يعني؟ هكلم بابا عشان يكلم المستثمرين يهدوا علينا شويه، وانا كمان هتكلم معاهم، وهتفق مع احسن شركه بتاعت PR في مصر كلها علشان تعمل لنا دعايه تخلي الناس هم اللي يهجموا على المستشفى. وبعدين كده كده بقى الناس بتنسى. انت بتحلمي يا ليلى؟ وايه يعني؟ ما احنا لازم نحلم، ولو الحلم ده ما اتحققش اوعى اشك يا عم في قدراتي. يا رب. ممكن بقى تقوم تغير هدومك وتاخد دش عشان احنا عندنا مواعيد النهارده كتير قوي. ربنا يخليكي ليا. بس اعمل حسابك على حاجه، انت اللي هتسوق، انا مش هقدر اسوق عشان البيبي. ربنا يخليكي ويخليه. معلش بقى، جاي في ظروف صعبة. ولا صعبه ولا حاجه، بكره تشوف ان هيبقى وش السعاده عليك وعليا. اطمن يا دكتور، القضيه مضمونه. تحب حضرتك نطلب تعويض كام؟ انتوا اللي تطلبوا وانتوا اللي تقرروا برضه، مش انا. وبعدين بطلوا بقى حكايه القضيه مضمونه والحاجات دي. الاوراق والملابسات والاحداث والبرنامج بتقول كده. انا عاوز اخرب بيته، فاهمين؟ عاوز اخرب بيته. اللي حاصل هذا فضيحه كبيره وضرب لسمعه الشركه والاسهم. حضرتك يا دكتور هشام مش عارف اصحاب الاسهم عاملين ايه، وفي شكاوى كتير متقدمه في البورصه، تحايل وتلاعب وعدم ذكر حقيقه. حضراتكم عارفين ان سوقنا في الطب زي اي سوق، في منافسين منهم المحترم ومنهم اللي يضرب تحت الحزام، ده عادي يعني. لو عندك شك في الفيديوهات اللي انذاعت يا اخي ارفع قضيه على القناه. لا طبعا، ساعتها نبقى بنخسر اكتر. حضرتك عارف قضيه ممكن تقعد في المحاكم وقت قد ايه؟ ساعتها بقى السوشيال ميديا كلها هتبقى عرفت، والصحفيين هيجروا على بيت عزيزه سلطان اللي ما هتصدق انها تعمل ضحيه فيها وتكذب عليهم علشان تظهر في الاضواء تاني. ودي ست مجنونه وبتحاول تبتزنا، وانا مش هستسلم للموضوع ده. يا دكتور هشام اسمعني زين، لو في حاجه تقدر تسويها عشان تنقذ فيها سمعتك لازم تعملها. انا سمعتي فوق اي حاجه، والمستشفى اللي احنا قاعدين فيها دي انا بنيتها من سمعتي ومن تعب ايديا. الشيخ ما يقصدش، بالعكس ده عايز يقف جنبك وجنب المشروع. هو بقى ده الكلام المظبوط. احنا ازاي نقدر نطلع لقدام ونرجع ثقه المودعين واصحاب الاسهم؟ اصحاب اسهم مين؟ انا برايي الشركه خالي خلاص ماتت، وانا بطالب فورا بفضها، واحنا كمجموعه هنسحب اموالنا. برافو عليك حضرتك، كده عملت اللي اعدائنا بالظبط عايزينه. ميرسي قوي. اعداء مين يا ست ليلى؟ احنا مالنا في حرب هنا. لا طبعا في حرب، وانت لو مش قادر تواجهها معانا ما كنتش شاركنا من الاول. الشراكه دي كانت مبنيه على اسس ما هي موجوده دحين يا دكتور. ممكن تهدوا شويه وتسمعوني لو سمحتوا؟ لو انسحبتوا دلوقتي مش بس هتخسروا فلوسكم، لا هتخسروا سمعتكم كمان. حضرتك انتوا معروف عنكم النخوه والرجوله والجدعنه. لو انسحبتوا من الشراكه دلوقتي يعني بتهدوا كل ده وبتخسروا سمعتكم للابد. لا حول ولا قوه الا بالله، بس الوضع ما هو بسهل ابدا، وما اعتقد انه له حل. بسيطه، وانا بقى عندي الحل. اتفضل يا ريت. ايه يرجع الثقه ويرفع السهم؟ ان اصحاب الاسهم يلاقوا استثمارات زياده داخل المشروع. يعني مثلا نفتح فروع جديده، ده يحسس المستثمر ان احنا مستقرين ماديا. انا مش مصدق اللي انت عملتيه. ازاي قدرتي تقنعيهم؟ هو انت ما تعرفش ان انت اغلى حاجه في حياتي ولا ايه؟ عارف. وان انا ممكن اعمل اي حاجه عشان خاطرك ولا لا؟ مش تقولي بقى باليه ومعهد باليه. انا بجد اسمعيني بس، اللي انت عملتيه ده جميل يا ليلى، عمري ما هنساه. جميل ايه بس اللي بتقوله يا هشام؟ عيب كده، احنا الاتنين واحد، واحنا الاتنين في الاخر بنعمل لابننا اللي جاي في الطريق. وشه حلو ابن الكلب. ما تشتموش لو سمحت، ولا تشتم ابوه عشان انا بموت فيه وفي ابوه. ازاي ليلى بس ضحكت عليهم كده؟ ست مش سهله ابدا يا دكتور. امال انا خصمتي معاه هو مش معاها هي. هما الاتنين واحد.